وتعالى كما قال خالد بن الوليد في يوم اليرموك: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البطر، وأرى أن نتعاور يعني نتبادل القيادة نوحدها، وأرى أن تؤمروني عليكم اليوم. النهارده احنا في يوم من أيام الله، وكلنا النهارده مسلمين جايين نطالب بحقوق الشعب اللي ادانا ثقته واللي ادانا حبه واللي ادانا صوته، وخدنا الصوت عبر السنين وخدنا غيرنا اخذ الكراسي. النهارده احنا في مرحله فارقه مش هنضيعها ان شاء الله، مش هنضيعها. كلنا النهارده صوت الاسلام، صوت الاسلام للامه اللي تستحق ان تعيش في ظلال الكرامه وفي ظلال العيشه الهنيئه التي كفلها له الاسلام. قبل صلاه العصر ان شاء الله عاوزين نستعرض كلمات من رجال عاشوا حياتهم للاسلام، ترونهم امامكم الان. نريد ان نغتنم هذا الوقت في ايصال صوت الامه الى الجاثمين على نفس هذه الامه. نبدا هذه الكلمات بكلمه المحامي القدير المعروف عضو لجنه تعديل الدستور الاستاذ الداعيه الاسلامي المعروف صبحي صالح، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها الناس، لا أرى أن الوقت وقت كلمات وإنما هو وقت رسائل، ولذلك لا أقول كلمة إنما أبلغ الرسالة. اسمكم جميعا جينا نبلغ رسائل محددة على النحو التالي: أولا، هذه رسالة إنذار وليست بداية فاعليات، نحن لم نبدأ بعد. أولا، يجب أن يعلم الجميع أن الإسكندرية لم تتحرك بعد، فقط اجتمعنا بعد صلاة الجمعة لنقول لسنا راضين عما يحدث، إما أن تنفذ إرادة الشعب وإما سينتزع الشعب إرادته. ثانيا، لماذا جئنا إلى هذا المكان وكنا نعتاد على مسجد القائد إبراهيم؟ الإجابة: لأن ما يسمى وثيقة السلم، هذه الوثيقة المنبوذة الركيكة المشؤومة القذرة، هذه الوثيقة المنحطة، هذه الوثيقة التي لا تعبر عن أحد. ليس هناك إله يعبد إلا الله، وليس هناك فوقية فوق الله، ولا إرادة حاكمة إلا إرادة الله عز وجل، وبناء عليه لا وثيقة لأحد ولا فوقية لأحد ولا حاكمية لأحد، إن الحكم إلا لله. ولذلك نحن هؤلاء الجمع ما جئنا نناقش بنود وثيقة، جئنا نقول تسقط الوثيقة ويسقط من يرفعها، تسقط الوثيقة ويسقط من يرفعها، تسقط الوثيقة ويسقط من يرفعها. وحتى نطمئن إلى أن رسالتنا وصلت إلى من يهمه الأمر، جئنا إلى هذا المكان
لأنه هو الذي يهمه الأمر. قيادة المنطقة العسكرية جزء من المجلس الأعلى. يا أيها المجلس الكريم، نحن الشعب نقول أمامك أحد خيارين ونريد الإجابة اليوم وليس الغد. إما أن يعلن المجلس العسكري التبرؤ من هذا الإثم ويقول هذا السلمي وهذا شامه والأمر بينكم وبينه، وإما أن يعلن إقالة السلمي كلية ويريح الكل ويستريح. فإن لم يفعل إما التبرؤ وإما الإقالة علنا وبوضوح وقطعا وجزما ويقينا، الوثيقة وثيقته وليتحمل التبعة. كلام نهائي. علمنا علماء الأصول أن السكوت في معرض البيان بيان. إن لم يقل المجلس الأعلى اعتراضا على الوثيقة فهي تخصه، فإن كانت تخصه فهي لا تلزمنا. نحن لا ننتخب المجلس ولم ننتخب الحكومة، والشعب مصمم على إرادته ومتمسك بكامل حقوقه، وإن لم نجد إجابة فسنبدأ فاعليتنا الثورية. يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر. عسكر ليه؟ احنا قمنا بثورة ليه؟ يعني فاكرها زي زمان؟ رابعا احنا لسه في الميدان. رابعا مهم. رابعا قالوا إن المجلس الأعلى لا شأن له بهذا، ونحن نتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا. فإن كانت هناك ضغوط أو فاعليات فالمجلس الأعلى لا زال أمامه متسع ليعلن أنه ملتزم بإرادة الشعب. وأنا أذكر المجلس الأعلى بالبيان رقم 5، وهو يقول لسنا بديلا عن الشرعية التي يختارها الشعب، والشعب اختار الشرعية وحددها، ولذلك لا إرادة في هذا الوطن إلا لأصحاب هذا الوطن، وليس لهذا الوطن صاحب إلا هذا الشعب الأبي. ختاما لا نريد مماطلة ولا نريد سكوتا ولا نقبل بتباطؤ ولا نريد إبهاما وظلاما وهيمونية في الكلام. نريد كلاما واضحا قاطعا جازما في بيان يصدر ملزم للجميع اسمه الانتخابات تنتهي يوم، ينعقد المجلس يوم، تنتهي انتخابات الشورى يوم، ينعقد الشورى يوم، ينعقد المجلس التشريعي يوم، تختار المؤسسة العسكرية الهيئة التأسيسية للدستور يوم، تنتهي يوم، يفتح باب الرئاسة يوم. إن لم تصدر هذه التواريخ النية نية احتلال البلد، ولن نسمح بالاحتلال. لن نسمح بالاحتلال الإرادة. انتهى هذا الزمن بلا رجعة. لن نستعبد بعد اليوم. لن نستعبد بعد اليوم. اسقاط الوثيقة، انهاء السلمي، تحديد المواعيد، وضع الجداول،
والشفافية في التعامل. ونحن نقول، وهذا ختام قولي، إنكم تتحملون يا من تديرون دفة هذه الأمور، والدفة تتأرجح بين أيديكم. أنتم مسؤولون وحدكم، لا يشارككم المسؤولية أحد عن الفتنة التي أطلقها السلمي، وأنتم مسؤولون عن فتنة العبث التي يمارسها الفلول في كل أرجاء البلاد، لأنكم تقاعستم عن إصدار القانون والمحكمة لم تجد قانونا تطبقه. تبرؤوا من المسؤولية. لقد أعطاكم الشعب أعلى ثقة يمنحها الشعب لجيشه، فكونوا عند الثقة قبل أن تسحب الثقة، فلا زلتم أهلا للثقة، فلا تغامروا، فقد أعطيناكم أعز ما نملك، فلا تأخذوا منا أغلى ما نملك. واعلموا أن الشعب متيقظ حتى يحصل على كامل حقوقه. أيها الإخوة، بلغنا من القاهرة أنه عقب صلاة الظهر وتمام صلاة الجمعة اكتملت المليونية قبل أذان العصر. ولقاؤكم هذا ليس له آخر نراه، دخل على كليوباترا وتجاوزها، وها هي الصورة شاهدة. هذا انذار، فما بالكم إذا انطلق الطوفان الذي لا يتوقف. وللحديث بقية، أكتفي بالقدر وأتمنى أن تصل الرسالة، ونحن على أمل سماع الإجابة، فإن لم تكن الإجابة واردة فستكون الإجابة القادمة صادرة. والسلام عليكم ورحمة الله. احنا الشعب صاحب الثورة، احنا الشعب صاحب الثورة، وما فيش عسكر يحكم دولة، ما تعبناش ما تعبناش ما تعبناش ما تعبناش، والعسكر ما يحكمناش، والعسكر ما يحكمناش. هنا ميدان الشعب المصري كله بكل طوائفه، بالدعوة السلفية، بالنور، بالعدالة والحرية، بالوسط، بائتلاف شباب الثورة، ب6 أبريل، بحزب العدل، بكل من هو غير حزبي وحزبي. كلنا عيد واحدة، كلنا مع بعض، كلنا عيد واحدة، كلنا مع بعض، كلنا عيد واحدة، كلنا مع بعض، ايد واحدة، ايد واحدة.